ازيك يا صديقي يا طالب الثانوية العامة 2024؟ أخبارك إيه يا بطل؟ يا رب تكون بخير وفي أحسن حال. أنا عبد الرحمن أحمد، وجاي في الفيديو ده أقول لك كلام مهم جدا إن شاء الله يساعدك في آخر شهر ليك في الثانوية العامة. هقول لك على كلام مهم جدا إنك تعمله، حاجات مهمة إنك تعملها وتنفذها في آخر شهر ليك عشان تقدر إنك تخلص الثانوية العامة على خير. حاجات عن تجربة شخصية ونصايح عن تجربة شخصية أنا عملتها ومريت بيها قبلك يا صديقي، فأتمنى إنك تسمعني كده للآخر وتمشي معايا لحد آخر الفيديو، وإن شاء الله هتستفاد منه. أنا عارف يا صديقي إنك تعبت وإنك جبت آخرك في الثانوية العامة دي، وإنك طول السنة نازل مذاكرة ونازل دح ونازل تعب ومجهود، ونفسيتك حتى بتدمر وبتتعب، وإن في حاجات كتيرة جدا أنت حرمت نفسك منها، أو حاجات كتيرة جدا أنت اتحرمت منها عشان في الآخر تروح تجيب مجموع اللي أنت عايزه وتخش الكلية اللي أنت عايزها. من أول السنة يا صديقي وأنت عمال بتروح من درس لدرس ومتمرمط يعني وطالع عينك من الآخر، ونومك كمان حتى مش متظبط، وحالتك النفسية كمان عمالة بتتدهور وبتقل يوم عن يوم. وكمان انت خايف ان تعبك ده في الاخر يروح على الفاضي، وانك ما تحققش الحاجة اللي انت عايزها او ما تحققش الهدف اللي انت عايزه ومستنيه، وتدخل الكلية اللي انت عايزها. سواء بقى الكلية دي كانت طب، كانت هندسة، كانت علوم، كانت حاسبات ومعلومات، اي كلية عموما انت حاططها في دماغك، انت خايف في الاخر انك ما تقدرش انك توصل لها. والتوتر ده بيبدأ انه يزيد معاك كل يوم طول السنة، على مدار السنة بتبقى انت خايف ومتوتر. وكمان في حاجات كتيرة بتقع منك، وكل ما حاجات بتقع منك اكتر كل ما بتحس ان انت مخنوق او ان انت متضايق او ان انت حاسس ان انت خلاص بتقع. ومع كل الضغوط دي ومع كل التوتر اللي انت بتعدي بيه ده طول السنة، تبدأ بعد كده ان انت تشك في قدراتك وتشك في نفسك، فبتلاقي نفسك يا صديقي بعد كده عمال بتقع اكتر، وعمال تحس ان خلاص هدفك بيبعد اكتر، واللي انت عايزه خلاص بيبعد عنك. عشان كده يا صديقي انت طول السنة بتبقى محطوط في حالتين، بتبقى محطوط في موقفين بتفكر فيهم. اول حالة يا صديقي او اول وضع انت بتتحط فيه، وهو انك خلاص من كتر ما الضغوط زيادة عليك، من كتر ما انت حاسس بالضعف، من كتر ما انت حاسس ان السنة صعبة فعلا، وان الضغوط زي زيادة قوي عليك، وانك مش قادر تستحمل خلاص الضغوط دي، وانك حاسس ان انت لوحدك، وان انت مش قادر تعمل حاجة، وان انت متقيد كده ومش واخد راحتك يعني، وحتى مش عارف تنام، حتى مش عارف تذاكر، حتى مش عارف تلم اللي وراك، حتى مش عارف انك تجيب حتى مثلا درجة حلوة في امتحان، وطول السنة مقضيها كآبة ومقضيها تعب ومش عارف يعني تتصرف. فانت يا صديقي هنا بتتعامل بعد كده باستهتار، وتتعامل بعد كده بضعف، وتتعامل بعد كده بقلة شخصية وقلة ثقة في النفس، وبقيت ترمي كل حاجة خلاص ورا ظهرك، ومبقتش مهتم انك تذاكر او انك تتعب. وخلاص بقيت شايف ان طالما السنة دي صعبة وان انت خلاص مش قادر تستحمل الضغوط ومش قادر تكمل السنة، خلاص بقيت بايع القضية يعني ومبقتش عايز تكمل. والحالة التانية يا صديقي او الوضع التاني اللي انت بتبقى محطوط فيه طول السنة، هو انك بتبقى زعلان ومتضايق، وما بتبقاش راضي عن نفسك، وما بتبقاش راضي عن مذاكرتك وعن مجهودك وعن تعبك، وما بتبقاش راضي يعني عن الوضع اللي انت فيه. فبتبدأ كده انت تحط لنفسك زي خطة او تحط لنفسك زي حلول انك تقدر تعدي الفترة دي او تعدي السنة دي على خير، علشان في الاخر تقدر تعمل اللي انت عايزه، تقدر تلم كل المتراكم عليك، تقدر انك تحل اسئلة كتير، تحل مسائل كتير، تحل مواد كتير، تقدر يعني ان انت في الاخر تطلع بحلول ايجابيه تساعدك انك تفكر بشكل ايجابي في انك تعدي السنه دي على خير. بتفكر بشكل ايجابي عشان تقدر انك ترجع تاني وتقوم، مهما تقع بتقدر انك ترجع تقوم تاني، وترجع تقوم تاني بشكل اقوى بكتير جدا من الاول، وبتقدر انك تلتزم وتكون فعلا قد التعب ده وقد الضغوط دي وقد كل التوتر ده. يعني من الاخر يا صديقي، انت واحد لو اخترت الحالة دي او اخترت الموقف ده، فانت واحد عمرك ما هتستسلم ابدا، فانت واحد كده عايز اقولك ان انت واحد ناجح، وواحد شخصيته قوية جدا، وواحد بإذن الله انا بتوقع له ان شاء الله لمستقبل كويس جدا، وان شاء الله هيوصل اللي هو عايزه. فسواء انت بقى صديقي طالب الثانويه العامه دفعه 2024، سواء انت من الناس اللي كانت تستهتر في الحاله الاولى وبايع القضيه وبايع كل حاجه وبايع هدفه وحس ان هو خلاص الدنيا بتقع منه ومبقاش قادر يكمل، او من الناس التانية اللي هي قدرت ان هي بترجع تاني ومهما تقع بترجع تقوم، وعندها قوه شخصيه كده واراده، وفعلا بتقدر ان هي تذاكر وتلم اللي وراها. فانتوا الاتنين انا عندي ليكوا ان شاء الله كلام مهم جدا ونصيحة يعني انك تمشوا عليها خلال الفترة الجاية دي، عشان انك تقدروا تخشوا الامتحانات وتعدوها ان شاء الله على خير.
انا مش جاي اقول لك يا صديقي انك تعمل واحد او اتنين او تلاتة، تعمل حاجات معينة يعني كده وانت تمشي عليها يعني، وان الحاجات دي خلاص هتمشي عليها وان خلاص هتوصلك يعني للحاجة اللي انت عايزها. لكن انا جاي اقول لك على حاجة واحدة بس هتفرق معاك جدا ان شاء الله في الثانوية العامة، خصوصا اخر شهر ده، خصوصا ان انت خلاص داخل على فترة امتحانات واصعب فترة. فانا هقول لك على الحاجة الواحدة دي، وانا لان انا عملتها عن طريق يعني تجربة شخصية عملتها قبل كده، وفعلا الحمد لله نجحت معايا وقدرت فعلا احقق حلمي واوصل للحاجة اللي انا عايزها. طالب منك صديقي طلب واحد بس، وهو ان انا عايزك تصلي على النبي كده في قلبك، وتبدا انك بعد ما تصلي على النبي ان شاء الله عليه الصلاه والسلام انك تفكر كده بشكل ايجابي، وتفكر بطريقه فيها حلول، وتقعد كده مع نفسك وتفكر. وعايزك يا صديقي تكون متفائل ان شاء الله خير بالفتره الجايه دي في اخر شهر ليك، مهما كنت واقع بقى او مهما كنت حتى ملتزم، مهما كانت المواد متراكمه عليك. عايزك بس تفكر كده اول حاجه تعملها بعد ما تصلي على النبي طبعا، انك تفكر بشكل ايجابي وتفكر بطريقه فيها نوع من التفاؤل، فيها نوع من الإرادة ومن الإصرار، علشان الجاي صدقني أصعب بكتير من اللي فات. فأنا عايزك يا صديقي بعد كده تحمد ربنا على الوضع اللي أنت فيه، وتقول الحمد لله على أي حال، الحمد لله على كل شيء. خلاص اللي ربنا كاتبه هو اللي هيحصل، وأنت خلاص اجتهدت طول السنة وعملت كل اللي تقدر عليه، ومهما وقعت قدرت إن ترجع تاني، او لسه بتذاكر او لسه فيك نفس او لسه عندك حتى الاراده او الحلم انك تكمل. فانا عايزك تحمد ربنا على الحال ده، حتى لو كنت واقع صدقني. الثانويه العامه دي مش عايزه الشخصيه الضعيفه، مش عايزه الانسان المهزوم. فانت هترجع يا صديقي كده وتكمل مذاكره بعد ما تحمد ربنا طبعا، تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء. عايزك انك ترجع كده يا صديقي المذاكره وتكمل وتعافر تاني في حلمك، لان فعلا حلمك يستحق، صدقني حلمك يستحق تعبك ده كله، ان شاء الله ربنا شايفه وهيوصلك اللي انت عايزه. فكمل مذاكرتك وكمل شغلك زي ما انت عادي، مهما كنت وقعت، مهما كان عليك متراكم ايه، عايزك تكمل بشكل طبيعي ولا اكن في اي حاجه. لان يا صديقي اكبر غلطه ممكن تعملها في حق نفسك في الثانويه العامه، وهي انك توقف او تبطل مذاكره في اي وقت او اي لحظه في الثانويه العامه. اكبر غلط انك توقف، اكبر غلط انك توقف مذاكره، انك توقف شغل، انك توقف معافره. صدقني الثانويه العامه دي عايزه نفس طويل، عايزه اللي شخصيته قويه، عايزه اللي عنده اراده. فانا عايزك يا صديقي زي ما قلت لك انك تكمل مذاكره لحد اخر ماده، لحد اخر امتحان، لحد اخر وقت في الثانويه العامه. تفضل تذاكر وتعافر قد ما تقدر، لان صدقني حلمك يستاهل وهدفك والكليه اللي انت عايزها تستاهل. فما توقفش خالص. وكمان مهما كانت حالتك النفسيه عامله ازاي، مهما كنت متضايق، مهما كنت مخنوق، مهما كنت لوحدك حتى ومفيش حد بيساعدك، مهما كان وضعك يعني حتى في المواد عامل ازاي متراكمه عليك، كام ماده متراكمه عليك، فاضل قد ايه يعني في الماده دي وتخلصها، ما يهمكش. اللي يهمك هو حاجه واحده، وهو انك تكمل مذاكره، تكمل معافره، تكمل انك تحاول تخلص اللي عليك، تخلص شغلك، تعمل كل حاجه عشان ربنا شايف تعبك ده، ربنا هيعوضك اكيد، صدقني ربنا هيعوضك. فكمل يا صديقي وما يهمكش. وبلاش انك تبص على اي حاجه سلبيه، انك تبص على السلبيات. بلاش تفكيرك يبقى وعقليتك يبقى سلبيه، انك تبقى متضايق، انك تبقى زعلان. لا، انا عايزك تبقى مركز بشكل ايجابي، بشكل مفيد، بشكل يساعدك انت حتى نفسيا. ممكن ان انت مثلا تصلي، ممكن طبعا تصلي التلزم بالصلاه، دي اهم حاجه يعني قبل اي حاجه، عشان يبقى فيه التوفيق كده معاك ان شاء الله. فصديقي كمل مذاكره، كمل مذاكره والله، وعافر مهما كنت واقع. وبس كده يا صديقي، كده اكون خلصت الفيديو ووصلت لك المعلومه اللي انا عايزها، ووصلت لك النصيحه اللي انا عايزها، اللي ان شاء الله لو مشيت عليها هتقدر ان شاء الله انك توصل للي انت عايزه، وربنا هيكرمك في الاخر. وبس كده يا صديقي، طالب الثانويه العامه 2024. بس كده يا بطل، اشوفك ان شاء الله السنه الجايه وانت طالب جامعي كده ومحقق الكليه اللي انت عايزها ووصلت لها ومحقق هدفك. سلام.